يا هلا بالمبدعين، معاكم هبة. الفيديو اللي فات وريتكم هواية جديدة بتعلمها الفترة دي وبحاول اطبق حاجات مختلفة. الهواية دي كانت شغل الكنبة البلاستيك. فوريتكم الادوات اللي جبتها الجديدة وقلت لكم ان انا هعمل جراب نضارة. الكلام ده من حوالي 10 ايام او اسبوعين. هسيب لكم اللينك الفيديو تحت. المرة دي بقى انا اشتغلت جراب النضارة وجربت التحدي. هنا كان غرزة جديدة اللي هي غرزة القلب، وكمان كان العيون كانت ضيقة قوي، فكان الخيط بيغلبني شوية على ما يقدر يدخل في العين. الغرزة بتاعة القلب دي غرزة سهلة، بس ناخد بالنا من نقطة ان هي بتبدأ مثلا لو بدأت 5 4 وفي النص اللي هو نص القلب 3، فبعدها على طول هيبقى 4 5، يعني النص اليمين يبقى زي النص الشمال على طول. فده كان تحدي ان انا افضل احفظ عدد الغرز في كل ناحية، وكمان ان يبقى فيه لونين، لون ابيض ولون بينك، فتداخل الالوان. فده خد مني وقت كبير جدا، بس في النتيجة في النهاية بصراحة انا راضية بيها. هو عد الغرزة سهل جدا زي ما قلت لكم، ان يبقى فيه في النص اللي هو القلب يبقى فيه حتة صغيرة، والجزء اللي على اليمين مطبق للجزء اللي على الشمال في الصف. وبعدين ما نطلع صف جديد بنعكس. لو حابين في مرة اقول لكم على تفاصيل اكتر اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا هبقى اشرح لكم بالتفصيل غرزة القلب. دلوقتي الخيط خلص، هوريكم ازاي بجهز الخيط. طبعا بجيب الخيط اللي هو ده خيط سلسلة، وبعد ما بيتقص خيط السلسلة لازم يتمشى عليه ولاعة، يا اما هيكر ويفرط كده. فاحنا لازم نمشي عليه ولاعة ونبطط الجزء ده بعد ما نحط عليه. دلوقتي انا خلصتها كلها. ده الظهر، ده الوش، كمان قفلت الاطراف من هنا وقفلت الجوانب. هبدأ بقى كل الزيادات اللي انا كنت بقصها دي كنت بمشي عليها الولاعة، وهبدأ ألزقها بمسدس الشمع بحيث يبقى الشغل نضيف، فيه تنظيف. والتشطيب بتاع الشغل يعني مهم جدا عشان ما يكلكعش ورا. وكمان هبقى اركب البطان. بشوف اقرب مكان للخيط فين وبحط. حته زي دي ممكن اقصها ولا امشي عليها ولا. النموذج الجاهز ده اللي هو الحجم الصغير ده انا كنت اعمله جراب نضاره، لكن في ممكن يعملوا محافظ صغيره بتبقى شيك وحلوه صغيره كده في الشنطه. بس انا كنت عايزه جراب نضاره حاجه انا اعملها بالفن ده، ولما شفت المساحه دي فانا جبتها. وساعتها حتى قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا هعمل بيها جراب نضاره. في غرز تانية كتير اسهل من دي، اللي هي عامله زي المربعات داخله في بعضها. في غرز كتير سهله. وكمان حجم الخيط، انا كنت جايبه الخيط ده قبل ما اجيب الباترون البلاستيك ده. لكن فعلا لو هتنزلوا تجيبوا باترون بلاستيك لازم تشوفوا ان حجم الخيط فعلا داخل في العين بشكل مناسب عشان ما يتعبكوش زي ما تعبني هنا. انا بعد ما هلزق كل حاجه بمسدس الشمع عشان ما يبقاش فيه اي حاجه تكر، هبتدي اجيب طبطانه. كانت نوع من القماش لونها بينك. القماش ده مش تقيل ومش خفيف، عشان ما يبقاش تقيل قوي فيضيق لي المساحه اللي جوه، خاصه ان ده يدوبك على قد النضاره يعني بالعافيه. فانا مش كنتش عايزه مساحه تروح في مكان تاني. فانا كده خلصتها وركبت الجراب، قصدي البطانه. وبعد كده ركبت بقى الكبسولات دي. الكبسولات اللي تحت بتركب قبل ما اركب البطانه، والكبسولات اللي فوق بعد ما اركب البطانه، عشان اللي تحت بتثبت جوه. وبعد كده اهي شايفين شكلها حلوه ازاي وصغنونه.
بس حلوة على قد مقاس النضارة. واتمنى الفيديو يكون عجبكم.